بالنسبة للاعيبة اللي هتشارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، عندك محمود حسن تريزيجيه امبارح كان بيلعب مباراة ضد النادي الأهلي القطري، ونادي الريان كسب بنتيجة 3 مقابل لا شيء. محمود حسن تريزيجيه كان الأعلى تقييمًا، كان المركز التالت في الأعلى تقييمًا لفريقه. هو ما سجلش ولا صنع، بس كان عامل مباراة كويسة جدًا. كده الفريق صعد للنهائي، يلعب النهائي يوم 24 تقريبًا. هو محمود حسن تريزيجيه هيكون متواجد معاك بعد نهائي كأس الأمير قطري، تمام. فهو هيبقى موجود معاك. بالنسبة لأحمد السيد زيزو هيبقى موجود معاك بعد نهائي مباراة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز. بالنسبة برضه لمحمد علي بن رمضان هيبقى متواجد معاك نهائي بعد نهاية الدوري المجري، هيبقى موجود معاك على طول. زي ما احنا قلنا قبل كده إن النادي الأهلي اتفق مع النادي المجري إن اللاعب ما يشاركش في أي مباراة حفاظا على سلامة اللاعب، واللاعب يكون بعيد عن الإصابات. فإن هو يكون معاك بنهاية الموسم المجري، وهينتقل ليك للنادي الأهلي على طول للاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية. بالنسبة لأليو ديانج، أليو ديانج هينضم لكأس العالم للأندية هو كمان، يشارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. زي ما قلت لك في حلقة من شوية، قلت لك إن عدد الأجانب بعد ما الأهلي بعت خطاب للفيفا، الفيفا ردت عليه قالت له عدد الأجانب في القايمة ملوش حدود. ثم اللي أنت عايزه في قايمة كأس العالم للأندية من الأجانب، فالنادي الأهلي زي ما قلت لك دخل عمرو اسمه ده علي معلول ويحيى عطية الله، وهيضم أليو ديانج برضه، وهيضم لعيبة كتير غير اللعيبة الصفقات الجاية إن شاء الله.